السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يمكن المره دي حاولنا نغير شويه في اللوكيشن بتاع التصوير، بعيدا بقى عن الدوشه وعوادم السيارات والكلام ده كله، في ظل الوضع الحالي اللي عايشينه. يعني يمكن مش في مصر بس، لا ده في العالم كله، بس الموضوع زايد عندنا احنا شويه. محدش يشتري عربيات حاليا الا لو مضطر، لان العربيه حاليا سعرها، العربيه دلوقتي انت بتتكلم فئه اقتصاديه بقت معديه النص مليون جنيه، والفئه المتوسطه بقت معديه المليون جنيه. فانت بتتكلم كده في في تهريج بيحصل. بعيدا بقى عن الكلام ده كله، تعالوا نبص على العربيه اللي معانا النهارده. معانا عربيه يمكن العربيه دي اول ما نزلت كانت عامله نوش كده وقلق، ويعني مش عارف، قليل قوي اللي اشترى العربيه دي بالرسمي. العربيه سعرها حاليا اكتر من الضعف اول ما نزلت. معانا السكودا الاوكتافيا الاي 8 فئه الامبيشن. تعالوا نبص عليها كده، يلا بينا. خلصنا تصوير السيشن بتاع العربية في السخنة ورجعنا تاني. تعالوا بقى كده نتكلم عن تجهيزات العربية والمميزات والعيوب، ليه تشتريها وليه ما تشتريهاش. نيجي بقى لأداء العربية، أو يعني المنظومة الميكانيكية للعربية. العربية بتيجي بموتور 1400 تيربو، طبعا الموتور الشهير من في دبليو جروب، ويمكن الموتور ده موجود في عربيات كتير قوي. يعني الموتور بيطلع 150 حصان و250 نيوتن. فالموتور ده يعني مع الفتيس الدي اس جي او الفتيس اللي في العربية هنا، الثمان نقلات بيعملوا منظومة كده من الأداء العجيب. العربية تتحط قدام عربيات مثيلة ليها أو منافسة ليها، يعني مثلا 1600 تيربو مع فتيس اوتوماتيك أو فتيس سي في تي. لا، العربية بقى بتشلف لهم حرفيا، العربية بتشلف لهم حرفيا. وده زي ما قلت بسبب الاداء بتاع الموتور مع الفتيس، هما اللي بيطلعوا الاداء ده. نيجي بقى للتجهيزات الخارجيه للعربيه. ويعني يمكن العربيه اللي معانا الامبيشن ما بتجيش بتجهيزات قد كده، على قد ما بتيجي بتجربه قياده حلوه قوي. والعربيه طبعا بتيجي بليدات اماميه وخلفيه، بس الفئه الاولى بتيجي بنص ليد كده، يعني الفانوس بيبقى نص ليد كده. الفئه الثانيه بتلاقيها ليد كامل. طبعا الفوانيس الاماميه ليد في الفوجات وفي الفوانيس الاماميه. دي حاجه. تاني حاجه طبعا اشارات في المرايات وكروم
مع بيانو كده في الشبكه، وجنط شكله مستفز شويه. فده يعتبر يعني تعليق يعني التجهيزات الخارجيه العربيه. الموتور ال 1400 التربو مع الفتيس الدي جي او الفتيس الشيفت باي واير اللي موجود هنا، الموتور مع الفتيس مخلين العربيه في حته تانية. الاداء بتاع العربيه فعلا مختلف، ويمكن عايز اقول ان دي احسن منظومه تاخدها في احسن عربيه في الفئه السعريه دي، لان عربيات منافسين العربيه دي او عربيات في نفس الفئه 1600 وتربو ما بيطلعوش الاداء ده وما بيدوش التسارع ده. ممكن تعدي من العربيه بس بعد ال100، لكن على السرعات القليله او من الثبات العربيه دي طبعا في حته تانية يعني. ده بالنسبه للاداء او موتور العربيه والفتيس بتاعها. نيجي بقى للتجهيزات الداخليه للعربيه، ويعني يمكن العربيه بتيجي شويه تجهيزات حلوه قوي، بس الحلو ما بيكملش. العربيه طبعا بتيجي بطاره مالتي، مثبت سرعه ومحدد سرعه، شفتات في الطاره، ودي برضو الموضوع ده بيفرق. موضوع الشفتات ده بالذات يعني تفصيله بس بتفرق. ده طبعا باستثناء الطاره بقى اللي شكلها كده دي شيب من تحت مع السبوكس والكروم والبيانو بلاك، مخلين الطاره يعني شكلها سبورتي وشكلها حلو يعني. المكسوره بتاعت العربيه تحب تقعد فيها، يعني المكسوره تحب تقعد فيها يعني. في تطعيمات، في تنوع في الخامات، التجهيزات بنتكلم عنها لسه، لكن مكسوره العربيه بوجه عام تحب تقعد فيها، تحس انك مرتاح كده، اللي هي عربيه عصريه يعني. لو هنبدأ من الباب الشمال كده، فالمفاتيح بتاعة الإزاز طبعا، المرايات الكهرباء والتحكم فيها، الإضاءة الأوتو طبعا والفوكيات والكلام ده. نيجي بقى للداشبورد اللي بتيجي أنالوج في العربية دي، اللي هي الفئة الأمبشن، بتبقى ديجيتال في الفئة الستايل. والداشبورد فرقة قوي، يعني الداشبورد الديجيتال فرقة قوي في الفئة الستايل، لأنها مختلفة، شكلها حلو. لكن طبعا العدادات دي موجودة في عربيات من 2019 وأقدم من كده، فكانت محتاجة. ما علينا. والطارة بقى يعني اللي زي ما قلت مليانة تطعيمات وشوية بيانو بلاك مع الدي شيب كده، مخلية الطارة شكلها حلو قوي. نيجي بقى للشاشة الوسطانية واللي بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، تقريبا 8 بوصة حاجة كده يعني، مع فتحات التكييف اللي بتبقى تحت الشاشة مباشرة، وطبعا التكييف دول زون امامية مع زون خلفية. العربية بتيجي بايرلس تشارجر بهاند بريك كهرباء، مثبت سرعة ومحدد سرعة، بتيجي بشفتات زي ما قلت في الطارة، ستارت ستوب انجن، بس مش كيلس انتري. العربية كانت ناقصها.
حضرتك مع الاسعار الحاليه في الوقت اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده، العربيه سعرها رسمي 900,000 جنيه. ازاي منزل لي عربيه ب 900,000 جنيه ما فيهاش كيس انتري؟ دي حاجه ممكن اتغاضى عنها. لكن اللي مش هتغاضى عنه بقى، لو هنتكلم على باكج الامان، العربيه بتيجي بباكج امان سيئه جدا. ABS و EBD و ESP تمام زي الفل زي الفل. 2 ايرباج ازاي يا جماعه؟ يعني يا جماعه الناس بتدفع فلوس عشان تاخد تجهيزات وعشان تاخد اوبشنز وعشان تاخد عوامل امان وعشان تاخد خامات، ده كله. فالعربيه المحترمه اللي بتحقق المعادله دي، بتحقق المعادله ان انا بدفع فباخد عربيه قيمه مقابل سعر. حاليا طبعا مفيش عربيه في السوق قيمه مقابل سعر. يعني في الوقت الحالي وقت ما العربيه دي ب 900,000 جنيه، طبعا دي مش قيمه مقابل سعر، يعني انا ما بقولش ان دي قيمه مقابل سعر، ده 2 ايرباج. لكن يعني يمكن الظروف مختلفه، بس ده ما يمنعش ان التوكيلات بتنزل عربيات بتجهيزات مش حلوه. ده بالنسبه لعوامل الامان بقى والقصه دي. لكن لو هنتكلم على الخامات بتاعت العربيه، فالعربيه يعني الخامات بتاعتها نوعا ما كويسه، من اول السوفت تاتش اللي موجوده في البيبان مع البيانو بلاك مع طبعا المقبض الكروم اللي تحس ان هو يعني بريميوم نوعا ما. في زي بلاستيك كده في الباب، بس يعني ايدك مش هتيجي عليه كتير. المقبض بتاع الباب اللي هو مش وحش، مع جلد طبعا هنا، والبلاستيك اللي تحت خالص اللي هو ايه مش حلو ده، وده طبيعي. نيجي بقى للتابلو، فالتابلو برضو سوفت تاتش مع في تريم هنا كده لونه جراي، في تجزيعه كده شكلها برضو لطيف مش وحش. والستيتشز الفيك دي برضو ايه شكلها مش وحش. فالخامات مجمل عام، لا الخامات في العربيه كويسه، بس هو الجزء اللي هو هنا ده اللي فيه الهاند بريك والفتيس فيه بيانو بلاك حوالين الفتيس مع كروم، لكن الجزء بتاع الهاند بريك ده تحس ايه بلاستيك، يعني مش لطيف يعني. لكن مجمل عام الخامات في العربيه لطيفه مش وحشه، واللي هي ما تضايقكش يعني. لو هنتكلم عن المساحات، فالمساحات في العربيه كويسه، يعني اللي هو حتى لو حد طويل قاعد قدام فلا المساحات كويسه، وبرده لو حد قاعد ورا مش هيتضايق. يعني المساحات المكسوره الاماميه كويسه، المساحات الخلفيه برده كويسه، باستثناء نفق الفتيس بتاع VW جروب اللي هو تحسه كوبري مش نفق. يعني النفق عالي ويضايق لو في طبعا فرد ثالث قاعد في النص يضايقه. لكن باستثناء كده المساحات كويسه، يعني المساحات تحس ان العربيه مديه على ايه مساحات فئه اكبر من الفئه، مش مساحات كومباكت سيدان، لا اكبر شويه. المساحات بتاعت العربيه حلوه يعني، اللي هي مريحه، بالذات الكنبه الخلفيه بتيجي طبعا بسعه كبيره، فشنط سفر الكلام ده كله، فالعربيه يعني هتبقى لطيفه، يعني مش هتحس ان انت متضايق.
نيجي بقى للنقطة اللي يعني على ما أظن يعني إن 50% من المستهلكين أو من العملاء اللي جابوا الاي 8 بيحبوها جدا أو رايحين أصلا بسبب النقطة دي، وهي استهلاك البنزين. استهلاك البنزين في العربية دي يكاد يكون غريب. استهلاك البنزين فعلا حلو جدا جدا، العربية استهلاكها كويس، موفرة، وفي نفس الوقت بالذات على الطرق السريعة بقى وانت مشغل مثبت سرعة ولا حاجة، لا 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 يعني تلاقيها 6 و2، تفويلة تعمل معاك فوق ال 700 كيلو، ارقام كده يعني الحمد لله ان هي لسه موجودة. يعني الارقام دي الحمد لله ان هي لسه موجودة طبعا مع ارتفاع اسعار البنزين والكلام ده. فالعربية موفرة جدا في البنزين، ودي زي ما قلت حاجة من ضمن الحاجات اللي العملاء راحوا للعربية دي او الناس اللي شدوا العربية جابوها. سريعا كده مجمل عام، العربية حلوة، مساحات كويسة، فرامل محترمة، العزل بتاع العربية كويس، التوجيه والأداء رائع، العفشة موزونة، تجهيزات مش قد كده، عوامل أمان وحشة، بس دي يعني الزتونة كده زي ما بيقولوا. العربية الريسيل بتاعها طبعا معروف، مصاريف تشغيلها عالية، دي حاجة يعني مفروغ منها. فلو انت بتدور على عربية عائلية او شبابية، بتحب الاداء، خايف من مصاريف التشغيل، لا، فالعربية دي اظن هتبقى كويسة. وطبعا يعني موضوع الباكج الامان بتاعتها ده مضايقني منها، والتجهيزات ان العربية كانت محتاجة كيلس انتري، حاجة بسيطة يعني. كانت محتاجة جنط احسن من الجنط ده طبعا، كانت محتاجة كاميرا خلفية، مفيش ولا كاميرا خلفية ولا سنسور أمامي. فدي يعني دي علامة استفهام، دي علامة استفهام بالنسبة لي، ازاي مفيش الكلام ده. وبس لو عجبكم الريفيو طبعا او الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك او تويتر او انستجرام، وسبسكرايب على اليوتيوب، واكيد لو في اي حاجة كومنت، وممكن تبعتوا لي برضو، انا بسيب اللينكات بتاعتي تحت الفيديو. لو في اي حاجة انا مش هتأخر يعني. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.